سنعود سنتوقف مرة أخرى، لأن الآن يتحدث الرئيس الأمريكي عن الأحوال في مصر وعن الموقف السياسي في مصر، نسمع. فسنستمع إلى هذا الأمر أو إلى هذا الجانب من حوار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ثم نعود. تابعون. نحن نؤمن بأنها حقوق يكتسبها كل شخص بمولده، وبينما ندرك أننا في بعض الأحيان لن يكون لنا تأثير كبير، وعلى الرغم من أننا نبتعد دائما عن فرض الديمقراطية بقوة العسكرية، وأننا في بعض الأحيان سنتهم بالنفاق وعدم الاتساق، إلا أننا سنواصل المشاركة في هذه المنطقة على المدى الطويل، لأن العمل الصعب من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية هو مهمة جيل بأكمله، وهذا يشتمل على الجهود المبذولة لحل التوترات الطائفية التي لا تزال مستمرة في العراق وسوريا والبحرين. نحن نفهم أن مثل هذه القضايا طويلة الأجل لا يمكن أن تحل من جانب أطراف خارجية، وإنما من جانب المجتمعات الإسلامية ذاتها، ولكننا شاهدنا كيف أن الصراعات يمكن أن تصل إلى طريق مسدود، مثل ما حدث في شمالي أيرلندا عندما واصل الكاثوليك والبروتستانت القتال في دائرة لا تنتهي من العنف، سببت مآسي هائلة في المجتمعين، أدت إلى تراجعهما عن التسارع المستمر في العالم كله. باختصار، لا يمكن أن نسمح بمثل هذا الوضع في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إيجازا للحديث، لقد اتسمت الولايات المتحدة بتواضع اكتسبته بالخبرة في التعامل مع الأحداث في بلدان أخرى، وفكرة الإمبراطورية الأمريكية قد تكون صالحة من ناحية الدعاية، ولكنها لا تتماشى مع السياسة أو مع الرأي العام الأمريكي. وفي الحقيقة فإن مناقشاتنا مؤخرا حول الأزمة في سوريا تبين ذلك بوضوح. الخطر بالنسبة للعالم ليس أن الولايات المتحدة تريد أن تتدخل في شؤون البلدان الأخرى أو تريد أن تحل مشاكل المنطقة بمفردها، إنما الخطر على العالم هو أن الولايات المتحدة بعد عقد من الحرب وتخلق عن حقب بسبب قضايا مختلفة لديها، فهي لا تزال تدرك أن العداوة المنتشرة أو المستمرة بينها وبين العالم الإسلامي لا يمكن أن تستمر، وقد تؤدي إلى فراغ في القيادة يضر بكل الأمم. نحن نؤمن بأن هذا الوضع سيكون بمثابة خطأ، لا يمكننا أن ننفصل، بل ينبغي أن نواصل الانخراط لأمننا نحن وأيضا لصالح العالم. قد يختلف البعض مع هذه الرؤية، ولكنني أؤمن بأن أمريكا استثنائية من ناحية لأنها أبدت استعدادا للتضحية بالدم وبالمال، ليس فقط لحماية مصالحها الذاتية وإنما أيضا لصالح الجميع. ولكن يجب أن نكون صادقا، إن كان من المحتمل أن نستثمر المزيد من الطاقة في التعاون مع البلدان التي تريد العمل معنا وتستثمر في شعبها بدلا من أقلية فاسدة، فإننا يمكن بذلك أن نشكل رؤية مجتمعية تسمح للجميع بالإسهام، الرجال والنساء، الشيعة والسنة والمسلمين والمسيحيين واليهود، فمن أوروبا حتى آسيا ومن أفريقيا حتى الأمريكتين، فإن الأمم التي ثابرت على المسار الديمقراطي قد أصبحت أكثر ازدهارا وأكثر سلما، بل وأكثر عملا من أجل أمننا الجماعي وإنسانيتنا المشتركة. وأنا أؤمن بأن نفس الشيء ممكن في العالم العربي. وهذا يأتي به إلى نقطة أخيرة. سوف تأتي أوقات يكون فيها تفكك المجتمعات هائلا والعنف ضد المدنيين بالغا، ولكن المجتمع الدولي سيكون من المطلوب منه دائما أن يتصرف، وهذا سيتطلب التفكير المالي والخيار الصعب. وبينما أعدت أو أنشئت الأمم المتحدة لمنع الحروب بين الدول، إلا أننا نواجه بشكل متزايد التحدي المتمثل في حدوث عمليات قتل داخل الدول، وهذه التحديات ستزداد، ونحن نواجه
الدول التي تعاني من ضعف أو من فشل، أماكن يعرض فيها العنف المروع الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال للخطر الداهم، ولا أمل في حمايتهم من جانب المؤسسات الوطنية. وقد أوضحت أيضا أنه حتى عندما لا تتهدد مصالح الولايات المتحدة المحورية، إلا أنها ستكون دائما على استعداد للقيام بدورها لمنع الفظائع الجماعية وحماية حقوق الإنسان. ولكن لا يمكننا بل ولا ينبغي أن نتحمل هذا العبء وحدنا. في مالي دعمنا التدخل الفرنسي الذي دفع القاعدة إلى الوراء، وفي نفس الوقت قواته الأفريقية التي تحافظ على السلام. وفي شرقي أفريقيا نتعاون مع الشركاء لوضع نهاية لجيش الرب للمقاومة. وفي ليبيا عندما قدم المجلس الأمن ولاية لحماية المدنيين، اشتركت الولايات المتحدة في التحالف الذي قام بهذا العمل، وفعلنا ذلك لأن من أضاعوا الأرواح وقتلوا الناس وطغوا عليهم لا يمكن أن يعودوا إلى السلطة. وأعرف أن البعض ينتقدوننا على ما فعلناه ويشيرون إلى المشاكل في البلاد والمواجهات والصعوبة التي تواجهها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لتوفير الأمن والمجموعات المسلحة والمتطرفين وغيرها من التفكك والانقسام. ولكن بدون أي تدخل لحماية المدنيين فإن كل الجهود ستفشل. انظروا إلى ليبيا، لا يمكن لأحد أن يدرك أن المشاكل التي أتحدث عنها قد تمر دون أي حساب، أو أن الأربعة الأمريكيين الذين ماتوا في الهجوم بما فيهم السفير كريس ستيفنز قد راحوا هباء. كلا، هل يمكن لأحد أن يؤمن حقا بأن الوضع في ليبيا يمكن أن يكون أفضل بوجود القذافي أو السماح له بقتل وسجن وتعذيب شعبه؟ ربما أن ليبيا كانت تصبح في حرب أكثر ضراوة ودمارا ودموية. نحن نعيش في عالم لا توجد فيه خيارات مثالية. الأمم المختلفة لن تتفق على هذا العمل أو ذاك في كل مرة، ومبدأ السيادة أمر محوري في النظام الدولي، ولكن السيادة لا يمكن أن تحمي الطغاة من العقاب على جريمة القتل أو تستخدم كذريعة لعدم التدخل المجتمع الدولي أو إدارة ظهره له. لكننا نؤمن أيضا ونحتاج إلى الموضوعية والتواضع بالنسبة لقدرتنا على التعامل مع هذه الشرور. لابد أن ندرك قيودنا، ولكن هل يمكن أن نتصور أن العالم بأكمله لا يمكنه أن يفعل شيئا في الأزمات التي واجهت رواندا أو سربرينيتشا؟ إن كان هذا هو العالم الذي يريد الناس أن يعيشوا فيه فليقولوا ذلك. ولنرجع إلى المنطق الجامد البارد للقبور الجماعية. أنا أؤمن بأن بإمكاننا أن نصنع مستقبلا مختلفا، ولكن لا أريد أن نختار بين عدم التصرف على الإطلاق أو الدخول في الحرب. لا بد أن هناك طريقة أفضل، سياسات يمكن أن تحول دون انهيار النظام العام بالاحترام وتحمل المسؤولية وحقوق الأفراد من خلال الجزاءات المؤثرة على من يرتكبون أي مخالفات. هذه الدبلوماسية المثابرة هي التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، ولكن كل هذا لن يكون كافيا. فهناك أوقات ستمر على المجتمع الدولي لابد أن يقر فيها بأن التعددية قد تلجأ إلى استخدام القوة لمنع وقوع جريمة أخطر.